أراك عظيما وإن أثخنتك الجراح. لا شيء يشبه العراق في أمله، في فرحه، في حبه للحياة، ولا شيء يشبه الحياة في العراق. أينما وليت وجهك تذهل، حيثما تسير يأسرك الكرم وليس كأي كرم. لا شيء يشبه تلك البساطة وذلك الصدق المترامي على الشط. أيها العراق، بصرتك أغرقتنا حبا وسخاء وأدبا وحضارة وفنا وشعرا، فطوبى لكم بها وطوبى لها بكم. الآن أدركنا رمزية الدنيا بصرة، الآن أدركنا أيضا قيمة ما كتب السياب ذات مساء على الشط: الشمس أجمل في بلادي من سواها. الدنيا بصرة يا أصدقاء، الدنيا بصرة يا أصدقاء، الدنيا بصرة اليوم وغدا وأبدا من خلال النظام الجديد. لكن لعبها ضد العراق، كرة بمحاولة رأسية، أسود الرافدين، وعن طريق الأبرز إبراهيم بايش جاب البشارة، جاب البشارة وسجل أول أهداف اللقاء ليتقدم لمصلحة أسود الرافدين. بعد كرة، هذه المحاولة وهذه الرأسية والمتابعة، لا 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 بايش وبأي طريقة وبأي أسلوب ارتدت من مشعل برشم وواصل بعد ذلك وأكملها في داخل الشباك ليعلن عن أول الأهداف. إلى الدور نصف النهائي، كرة بمحاولة من محمد وعد أمامية ملعوبة تصل إلى أحمد علاء داخل منطقة الجزاء، خروج من جلال حسن لا زالت مستمرة وقائمة. سراج ينير الطريق من أجل العودة، ينير الطريق من أجل العودة ويسجل التعديل ويعود بالعنابي. هذه الكرة أعادها من العدم وصلت بعد ذلك إلى سراج. لا 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 لا، أخطأ جلال واستغل عمرو سراج يسجل التعديل ويعيد العنابي للمواجهة ويعدل النتيجة 1-1. ما كنتم، كرة بمحاولة أمامية ملعوبة خطيرة، لا وجود للراية. مشعل برشم لا زالت مستمرة وقائمة تسديد، لا تخطئ أمام أيمن حسين، فإنه سيعاقبك مباشرة. يأتي التقدم، يعود أيمن ويستعيد الأمور ويتقدم بالهدف الثاني بعد خطأ دفاعي يستغله بالصورة المطلوبة ويسجل ثالث أهداف لينفرد بصدارة الهدافين وليضع العراق في المقدمة. هذه الخطأ يأتي عن طريق ماديبو، واستغلال الخطأ يأتي من أيمن حسين يسجل ويتقدم لمصلحة أسود الرافدين.